اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناة. انا اسمي اسراء. كل شهر وحضراتكم طيبين. اللهم بلغنا رمضان شهر 3 اهوت، خلاص هل علينا. يا رب يجعله شهر خير وبركة، وكل الشهور وكل السنين على الناس كلها يا رب. يا رب يجعلها بالفرج دايما عليهم يا رب، وما يحوج حد لحد ابدا يا رب. دايما ادعوا بالدعوة ديت يا رب، ما تحوجنا لاي حد من خلقك، واحوجنا ليك انت وحدك بس يا رب. لان الحوجة للبني ادم مذلة، لكن لله هي رفع وقدر من الشأن. فربنا يا رب ما يحوجنا لاي حد غير ليه هو وحده. وربنا ما يحوج حد لحد ابدا يا رب. خلينا كده النهارده بقى اول الشهر، شهر رمضان. نزلت اجيب التموين، وكل شهر وانتوا طيبين. فيعني قلت بقى اشوف الحاجة اللي انا طبعا اكتر حاجة هبقى محتاجاها عشان رمضان. حابة بس اقول لكم شكرا لكل كلامكم الجميل ولسؤالكم عليا دايما. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. انا كل المشكلة اللي عندي، اللهم لك الحمد على كل حال يا رب، والله الواحد راضي. اللهم لك الحمد. بس انا الفترة ديت عشان زوجي مش متواجد معانا، ربنا يرد لينا يا رب على خير يا رب، ويجيبه لنا بألف خير وسلامة يا رب. ففترة صعبة عليا جدا، اول مرة يبعد عننا. ربنا يا رب يرجعه لنا، ويرجع كل غائب يا رب لبيته، ويجيبه بألف خير وسلامة يا رب. اللهم امين يا رب. احساس صعب جدا، بس اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد يا رب. ربنا يجيبه بالسلامة، ويحفظه من كل شر ومن كل سوء يا رب، ويرد غيبته لينا بالسلامة. نزلت اجيب بقى التموين طبعا، فانا اللي بنزل وبجيب كل حاجة. الفترة اللي فاتت طبعا كنتوا بتشوفوا ان انا المشتريات كانت في بيت والدي، فالنهاردة بقى رجعت بقى كده وقلت ايه اجيب التموين بتاعي عشان رمضان خلاص داخل علينا. فخلينا كده ندعي الاول لجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين، واغفر لهم وعافيهم واعف عنهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى نشوف الاسعار. انا جبت ايه عشان رمضان. ايه اكتر حاجه طبعا، يعني انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه مضايقاني الشهر دوت، ان انا مش عارفين اللي هو الحاجات اللي احنا بنطلعها في رمضان مش هعملها زي كل شهر زي كل سنه. فاللهم لك الحمد طبعا. أزمة، وإن شاء الله من هنا رمضان ربنا يفك الأزمة على الجميع يا رب، ويفك أزمة الناس كلها، ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب. فإن شاء الله خير بأمر الله، متفائلة جدا خير بأمر الله تعالى. وخلينا دايما عند حسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فخلينا دايما حسن ظننا بالله، وإن شاء الله خير. خلينا كده الأساسي طبعا في التمرين دلوقتي بقى لازم يديك الأساسي بتاعك اللي هو السكر والزيت. وفي عندها كمان، يعني انا جبت من بتاع التموين غير اللي انا بجيب منه في السوق. في عندها سكر بس اسفه زي اللهم صل على النبي. الرز عندها اسمه كهرمانه، هو شكله حلو بس ب20 جنيه الكيلو. متخيلين يعني الكيلو في التموين ب20 جنيه. فلنا الله يعني ان شاء الله خير. فطبعا جبت سكر علشان طبعا الحلويات، لو هنعمل حلويات العصائر الكلام ده كله. فانا جبت الثلاث اكياس، وانا عندي تقريبا كيسين او كيس، تقريبا عندي كيسين والله مش فاكره. الكيس ب11 جنيه. كيس السكر في التموين ب11 جنيه. يعني هو المفروض كان ب10 وربع، بقى ب10 ونص اهو. ب10 وربع، ب10 ونص للمستهلك. هي بتديني ب11 جنيه، مش انا لوحدي، عند كل بتوع التموين كده. ديت انا جايباها من النقط صلصة. هي ادتهاني ب15 جنيه. بس يعني هي حلوة، انا بحتاجها بصراحة عشان ادعم بيها الحاجة بتاعتي. دي ورقة النقط. فبدعم بيها الصلصة بتاعتي. في كمان انا جبت الزيت اساسي طبعا اهوت. جبت الثلاث ازايز، الازازة ب26 جنيه، مع اني مكتوب عليها بصوا ب25 اهي، بس والله العظيم مديها لي ب26 جنيه. ومش انا يعني لوحدي، قصدي ان هي بتديها للكل، يعني هي بتبيعها ب26 جنيه. فجبت الثلاث ازايز بتوعي، لان هي بتبيع الحر ب50 جنيه. انتوا متخيلين؟ يعني انا جبت الثلاث ازايز دول مش عارفه بحاجه و70 جنيه، حاجه و70 جنيه. هي بقى بتبيع الازازه الواحده الحر، لو انا عايزه ازود كمان بتديها ب50 جنيه. فقلت لا، هو كفايه عليا قوي كده. اللهم لك الحمد طبعا.
فمش محتاجة يعني ان انا ايه مش هقدر ان انا ابذر 50 جنيه في ازازة زيت من الحر. جبت كمان معايا علبة السمنة دي، لاني علبة السمنة اللي عندي قربت خلاص تخلص. فجبت علبة السمنة ديت، انا كنت اخر مرة جايباها ب45 جنيه، النهاردة جايباها من التموين ب57 جنيه. 57 جنيه، ودفعت كمان 10 جنيه فرق. انتوا متخيلين؟ اللهم لك الحمد. بس دي كده مشتريات التموين. اسعار التموين انا ده جايباه زي ما قلت لكم ب26 جنيه، هي مكتوب عليه 25 اديتولي ب26. والسكر المفروض ب10 ونص، اديتولي ب11 جنيه، يعني لكل اللي واقف مش ليا لوحدي. بس دي كده مشتريات التموين. شكرا لكل حد، لكل حد بيدعي لي، شكرا لكل حد بيسأل عليا. متشرفة بحضراتكم معايا في القناة، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو كتير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. اللهم بلغنا رمضان وكل شهر وحضراتكم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. وربنا يعود عليكم الايام بالخير دايما يا رب، وما يحرم حد من حبايبه ابدا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. مع السلامة.